ليلة الامتحان مع ولادي، أنا ممكن أقعد أعيط جنبهم. ذاكر واجري والحق واعمل، ما مش هيجيب نتيجة. أنا كماما بقى أعمل إيه بقى في ليلة الامتحان؟ أنا لو قدامي ساعة واحدة على الامتحان هتقولي لي يا صلاح هتذاكر والّا هتنام؟ أقول لِك هانام. بس دي الأم المصرية الطبيعية اللي بتتعامل مع ولادها ليلة الامتحان. صلاح، بما إنك موجود معانا بقى وهنستغلك في عبقرية المذاكرة ليلة الامتحان مع ولادي، أنا ممكن أقعد أعيط جنبهم. أنا إحساسي إن الوقت ابتدى يقل وهم في التراوح، طول الوقت حاسين إن إيه عادي، أو ممكن ما يذاكروش مثلا طول الأسبوع، بس يجوا في الآخر إحنا قاعدين بنطبق. فقول لي بقى صحيا، هل صح إن هم يقعدوا ليلة الامتحان صحيين لغاية ما يروحوا الامتحان؟ أنا كأم بتعامل بمنطق، أنا عارفة إن ممكن يكون غلط، بتوتر ويلا ذاكروا بسرعة وحرام عليكم كان زمانكم ذاكرتوا من بدري، ما احنا لو كنا. بس دي الأم المصرية الطبيعية اللي بتتعامل مع ولادها ليلة الامتحان. أنا محتاجة تقولي بقى شوية تيبس كده للأمهات قبل الولاد. أنا عايز أعمل محاضرة كده، أجيب الأمهات وأولياء الأمور كده، نقعد يا جماعة أرجوكم شوية instructions ناخد بالنا منها. أول حاجة، أي توتر بيتعمل هو مالوش أي قيمة وبيجيب نتيجة سلبية. ذاكر واجري والحق واعمل، ما مش هيجيب نتيجة. رقم 1 بلاش توتر، بلاش ضغوطات. رقم 2 كل لما كان ولي الأمر أذكى في التعامل مع ابنه، قومت عنده حتة النجاح وحتة التفوق وحتة النماذج الجيدة اللي يبقى زيها، وحتة إن هو نفسك تبقى المذاكرة حاجة مهمة. ارمي وفتح نقط عند ابنك وسيبه، لأن الإجبار الخارجي مش هيفيد حاجة. ليلة الامتحان صحيا إن أنا أطبق وأروح الامتحان مش نام، غلط، ما ينفعش. أنا لو قدامي ساعة واحدة على الامتحان هتقولي لي يا صلاح هتذاكر ولا هتنام؟ أقول لك هنام. لو قدامي ساعة هتذاكر ولا هتنام؟ أقول لك وأنا مش مذاكر، أقول لك هنام. لو أنا مش نايم، اللي أنا ذاكرته ده ملوش لازمة، وكل اللي ذاكرته قبل كده مش هيبقى ليه لازمة. ليه؟ مفيش تفكير، مفيش تركيز، مراكز الذاكرة بتضعف والتركيز مبقاش موجود، الإرهاق والتعب. هل هي دي ستيت، دي حالة محتاج ان انت تدخل فيها؟ يبقى اذا النوم هو الحاجة الأهم من المذاكرة في ليلة الامتحان. أدير الوقت ازاي او أدير اليوم ازاي؟ الحتة إدارة الوقت دي هقول لكم تركايه فيها مهمة قوي، وتقدر تستخدمها عموما في حياتك في أي حاجة، مش شرط وقت الامتحانات. وإن الفكرة مش في إدارة الوقت، فكرة في إدارة طاقتك. الوقت كده كده بيمر، وكده كده لو حطيت مليون خطة ممكن تيجي أساسا كمان شوية أنا هبط، تيجي كمان شويه انا مش قادر اكمل، تيجي وقت الظهريه انا حاسس ان انا عايز انام، تيجي وقت العصريه انا احبط ونفسيا مش قادر. اداره حسب الطاقه، شخصية اداره الطفل نفسه. الطاقه، ان انت تقدر تدرك، يكون عندك وعي وادراك بطاقتك. او احنا بنشتغل ببطاريات الناس برضو من الحاجات الخطيره جدا. انت دلوقتي انت بتشتغل بالطاقه الحيويه، طاقه جسمك، فانت ما بتنامش. خير، تشتغل بالطاقه الشمسيه، يعني هتشحن بالطاقه الشمسيه وتشتغل يعني، ولا مش فاهم؟ انت ذهنيا انت يعني مش قادر تتكلم اصلا، مش فاهم انت هتحل بايه. فالناس دايما بتلاقيها بيعملوا عكس الحاجه اللي المفروض تتعمل. يا ذهنيا مشوشين، طاقيا يا عيني تلاقي الطالب من دول مش قادر وعمال يذاكر. طب يا حبيبي ذاكر ليه؟ ما انت مش قادر تذاكر. ادخل الامتحان مش نايم، طب هتحل ازاي؟ يبقى انت لازم تلعب على كل حاجه صح. طب ادي لك تركايه فيها، وقت ما تكون صاحي من النوم اخطف نص ساعه، افطر وظبط حاجتك كلها وترتيباتك وكله، واضرب غطس في قلب مذاكرتك. ابدا ذاكر على طول. ليه؟ ده اكتر وقت معدل تركيزك فيه عالي، نشاطك عالي، ده طاقتك على مدار اليوم عشان تعرف هو تلعب فيه صح. مختلف مستوى الطاقات من شخص للتاني. من شخص للتاني، ومن وقت للتاني، ومن حاله للتانيه. فلذلك بقول لك اول حاجه الوعي بطاقتك انا عامل ازاي. فما تجيش اول يوم تكون طاقتك فيه عاليه تقعد تضيعها في حاجه تافهه، تقعد تلف حوالين نفسك. القط ساعتين ثلاثه وانت مصحصح، هتبدا بعد ساعه ساعتين ثلاثه مستوى طاقتك بدا ينخفض. الناس بتعمل ايه؟ بتقعد تذاكر برضه. طب انت كده خلاص، انت كده عمال تدخل المعلومه فين؟ في بلوك، في منتال بلوك حاصل، ما استفدتش حاجه. خد بريك. لما تاخد بريك وتاخد نفسك وتغير القعده اللي انت قاعدها، ممكن تاخد دش كمان، مستوى الطاقه يبدا يرجع تاني، وابدا ان انا اذاكر. وقت الظهريه مش قادر بعد 6 7 ساعات مذاكره، ستوب، خد لك قيلوله ساعتين، تصحى مستوى الطاقه بتاعي عالي تاني، وهكذا. يبقى الذكاء مش في اداره ايه الوقت، ولكن في اداره. إدارة الطاقة. أنا كماما بقى أعمل إيه بقى في ليلة الامتحان؟ بلاش ضغوطات، بلاش ستريس، ربنا يوفقك كده. لو ابنك ما ذاكرش طول السنه اكيد مش ليله الامتحان اللي هتفرق معاه. اهم حاجه تهيئه الجو المناسب، وزي ما قلنا على الفترات المتتاليه من وقت الدراسه. بس ببدا افتح افكار، وخلي بالك انتبه لمذاكرتك، روح اتفرج على الدكتور الفلاني بيعرفك ازاي تذاكر صح. بس على فكره مهمه عشان تبقى شاطر وناجح وتعمل اللي انت نفسك فيه. في ابلكيشن بدون ذكر اسماء كتير طالع ان هو بيعمل بروجكت، الطفل يحط عليه البروجكت خلاص اتعمل. فلما تيجي تسأل الولد او البنت، حبيبي هو انت البروجكت ده معمول عشان انت تبتدي تشتغل على نفسك، والمدرس او مدرسة يشوفوا قدراتك قد ايه في عمل البروجكت ده، يقولك لا، ما هو ادام في ابلكيشن سهل بغض النظر عن اسم الابلكيشن، لا انا ممكن اعمل البروجكت واروح اسلم. ايه رأيك في الموضوع ده؟ لو انا مكانهم هتعمل كده؟ التاسكات اللي بيطلبوها في المدرسه او في الجامعه بقت مرهقه قوي ايوه بس ده للطلاب. تطور بيأذيني. هو مش فكره، لا بص، هو دايما قلت لك الرك على نفسيه الطالب وعقليته ووعيه. لو هو مدرك هو هيجتهد وهيذاكر وهيشتغل على الحاجه اللي تفيده، وهيحاول بقدر الامكان يتعلم ويستفيد. بغض النظر ممكن يستخدم بعض الطرق السهله، مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان يكون في ضمير ووعي عند الطالب، ده اللي هيساعده ان هو يقدر يتحرك بشكل صح. بس انت عارف صراحة لفت انتباهي لحاجة، ان الامهات
الأمهات الفترة دي مش بيشتغلوا على الطفل. يعني إحنا دايمًا كان عندنا منظور بقى كده الفترة دي، أنا هاجري أدّي دروس، أنا هاجري أدّي له أودّيه تمارين معيّنة، إن أنا لو اشتغلت على الطفل نَفْسه ونفسيته، أنا هاستثمر أكبر من الحاجات دي. الحاجات دي مهمة وكل حاجة، بس أنا كده هاحوّل استثماري ما بين طبعًا. إن أنا باشتغل على الجوانب الخاصة بابني أو أستثمر في ابني نَفْسه. دي الفكرة اللي أنا باشتغل عليها أصلًا من زمان، فكرة أنت عمّال تاخد دروس، جِبت لي أكتر أحسن كُتب، جِبت لي أحسن مُدرّس، عارف صح. تذاكر؟ لأ. ويا ابني ما نفسيت بتنجحش ليه؟ ما أنا لأ، مدّياك كل مش عارف، حاجة. عارف تذاكر؟ لأ، ذاكرتي ضعيفة، تركيزي ضعيف، هل في حد من دول هيعلّمه ده؟ لأ، طب نفسيتك عاملة إيه؟ صحتك النفسية أهم من درجات الامتحان، هل أنت بتهتم بصحة ابنك النفسية؟ لأ، طب استفدت إيه؟ ما هو لو مُحبط أو مكتئب أو متوتر أو مضغوط هيقعد وده يعيّط طول الوقت. ما لوش أي لازمة. يبقى هي دايمًا قُلتها قبل كده إن أنا مهتم في كل اللي باقدّمه هو بصناعة الإنسان الناجح، الإنسان المتزن. لمّا أبدأ أعلّمك وأضبّط عندك كل الجوانب بتاعتك، فأنت هتبقى شاطر، أنت طالب هتنجح. شاطر وإنسان ناجح بالضبط. وإنسان متفوّق في حياتك وإنسان متزن في حياتك، فتكون أنشأت أو صنعت إنسان حقيقي، مش إن أنت ابنك آخرك أو هَمِّك كلّه في المذاكرة وذاكر ومش ذاكر. إحنا لازم نركّز على ثقافة الأمهات، وثقافة إن هي تشتغل على الطفل نَفْسه نفسيًا، يعني صحيح. مش على الجوانب اللي حواليه. شكرًا يا صلاح، وإن شاء الله في لقاءات تانية كتيرة مع رسايل ونتكلّم في موضوعات أكتر.